عندك يا عم كنزي مدبولي، يعني ازاي انسى الاسطوره؟ انا اتضايقت من نفسي. وبمناسبة ان الكتب غالية صحيح، واحد اعتقد خليجي يعني كتب لي كومنت على حلقة ليه الكتب غالية في مصر. قال لي فيها ايه يا عم؟ الرواية او الكتاب بيبقى ب4 دولار، حاجة قليلة فيعني. خلينا اعيط والله. تحيا مصر يعني. زي الاسماء اللي احنا قلناها فوق، عمرو عبد الحميد، كنزي مدبولي. مش مصدق اني بقول كده، انا قاطع لساني. تحيا للملك يا جدعان. المهم مالهم دور النشر بقى؟ هقول لك طالما بيبيع خلاص نحلب 200 كل سنه روايه احنا يا اسطى يا اسطى. انا متضايق فشخ وانا بكتب الحلقه دي يا اسطى وبسجلها يا اسطى. وايوه بشرب بانجو. اعشاب طبيعيه. صبح اخويا، بدأنا سلسلة جديدة، وهو أصلا في سلسلة جديدة كل وقت يعدل الدنيا سلسلة جديدة. المهم السلسلة دي إيه؟ اسمها ليه. وعندك أي سؤال بيبدأ بليه له علاقة بالكتب، روايات أو أي حاجة حواليها، اكتبها تحت واقترح عليا ونعمل حلقة على سؤالك. المهم الحلقة اللي فاتت مضروبة بالجزمة في الريتش، كان في فترة انقطاع كده، فاعمل لايك يا اسطى حتى لو مش بتعمل في العادي، يعني اعمل لي لايك وروق كده إيه عليا، عشان إيه عايزين نفوق القناة. فايه بقى يا اسطى، وانا قاعد بقرا كده وماسك الخربوش في ايدي، فلاحظت حاجه ما لاحظهاش الا ناس مترشمه زيي، ان مفيش روايات حلوه دلوقتي. ولما بتقرا روايه حلوه نادرا، ولما بتقرا بتبقى كاتب قديم مش من جيل دلوقتي. فاصلا احنا بقينا نشمشم على روايه حلوه زي المدمنين، فده اللي هنتكلم عليه الحلقه دي. روق عليا زي ما قلت، محتوى فاجر وفاخر وهيعجبك. فايه يا اسطى يا ترى ليه مفيش روايات حلوه؟ اول سبب، مفيش كتاب، مع ان في كتاب كتير. هتقول لي ازاي يا عم؟ عندك مثلا طارق امام، حاسه اسم لاعب كوره قوي وانا بقوله. المهم عندك طارق الامام، عندك عمرو عبد الحميد، دكتور احمد خالد مصطفى، عندك احمد الجندي المخرج الكبير، عندك استاذه حنان لاشين، عمري ما قريت لها الحقيقه يعني، بس يعني الاراء حلوه عليها جدا، فلو حد قرا لها يقول لي رايه تحت ورشح لي حبه روايات ليها. فعندك حنان لاشين، عندك يا عم كنزي مدبولي، يعني ازاي انسى الاسطوره؟ انا اتضايقت من نفسي. فازاي بقى مفيش كتاب؟ هقول لك يا اسطى، دول قليلين اللي انا قلته ده اشهر كتاب، دول اللي الناس شهدت لهم بالجوده. وفي الجهه الاخرى بقى اللي بيكتبوا ومش معروفين، وبجد يا اسطى كتاب كتير. انزل معرض الكتاب وبص. طب هل انا بقول ان هم مش معروفين فبالتالي هم وحشين؟ نهائي يا اسطى. وخدني مثال، انا قناتي لسه بادئه ومش معروفه ومحتوايا فاجر. فاهم انت ازاي؟ فاعمل لايك وسبسكرايب. فيا اسطى رايي هنا ان في ناس اتعودت على كتاب معينين، اول ما ينزل الروايه هيروح يقراها، فالتاني اللي مش معروف بيتفشخ اكتر. بيتفشخ اكتر ازاي؟ هقول لك محدش هيجرب يقرا له. هتقول لي يا اسطى ما فعلا محدش هيجرب يقرا له، الكتب غاليه يا اسطى. وده ياخدنا لتاني سبب. شفت ربط؟ اقسم بالله انا يوتيوب. فايه بقى تاني سبب؟ الكتب غالية. وبمناسبة ان الكتب غالية صحيح، واحد اعتقد خليجي يعني كتب لي كومنت على حلقة ليه الكتب غالية في مصر. قال لي فيها ايه يا عم؟ الرواية او الكتاب بيبقى ب4 دولار، حاجة قليلة فيعني. خلينا اعيط والله. تحيا مصر يا عم. المهم نمسح دموعنا ونرجع للسبب. فالكتب غالية يا اسطى. هتقولي وبعدين مال ده بان مفيش كتب حلوة؟ اقول لك يا اسطى، انت راجل دلوقتي نازل ومعاك مش عارف نقول كام، معاك 400 جنيه مثلا، متوسط الكتب اعتقد ب 200 جنيه. فالمهم مثلا انت معاك تشتري كتابين بالظبط، انت معاك خيارات محدوده. انت مش هتروح تجرب كاتب اول مره يكتب ومحدش يعرفه، لا صباح الفل، انت هتروح تجيب روايه الناس المعروفه زي الاسماء اللي احنا قلناها فوق، عمرو عبد الحميد، كنزي مدبولي. مش مصدق اني بقول كده، انا قاطع لساني. تحيا للملك يا جدعان. فالكتب غاليه يا اسطى. ليه غاليه؟ لا روح شوف الحلقه اللي انا عملتها، هحطها لك ولا مؤاخذه فوق يعني، روح شوفها، حلقه حلوه يعني، انا كل حلقاتي حلوه. بينا على تالت سبب، دور النشر. عرفت يا جماعه؟ دي حاجه هيفهمها لو حد متابع يعني. المهم مالهم دور النشر بقى؟ هقول لك ده بيقلل احتماليه ان انشر كتاب ليا. ايه ده انت ما بتعرفش؟ اصل اخوك بيكتب يعني، انزل شجعني تحت قول لي كتابتك فجره خربوش. المهم دور النشر يا اسطى للاسف مش كلهم، عشان ما ابقاش بعمم يعني، لان فعلا في ناس جوه دور النشر دي عايزين يقدموا حاجه، مش بطبل لهم عشان قلت اني بكتب يعني. المهم ان الدور ولاد الوسخ بيعملوا ايه بقى؟ انت دلوقتي كاتب دلوقتي مش بيعرف يكتب، او بص لا دي كبيره، مش بيعرف يكتب بلاش، انت مش جامد قوي يعني، انت مستوى كنزي مدبولي مثلا فاهم، بس في نفس الوقت انت مثلا غني معاك كام باكو مثلا، تروح وتقول لهم اتفضل يا غالي دي روايتي، وده مبلغ الطباعه بس كده، انت معاك روايه مطبوعه تنزل في معرض الكتاب لو الضرب ده بيشارك فيه. فالموضوع للاسف بقى فلوس. هتقول لي فلوس بس؟ اقول لك لا، يعني انت شكلك مش متابع، بقت دلوقتي فلوس وشهره فاهم، لو انت مشهور مش محتاج فلوس. بل في دور يا اسطى بتكلم المشاهير بتقول له تعالى اعمل معانا كتاب، انت فاهم، صباح الفل يعني. فنتائج الحاجه دي يا اسطى ناس بالهبل مش بتقرا تروح تشتري كتاب المشهور ده وهو مش بيقرا، فبالنسبه للدار ده بيبيع اكيد كتابته عجبت الناس، لكن في الواقع ان محدش مهتم بالكتاب ده بيقولوا فاهم.
يعني هم عايزين بس ان هم يشتروا الكتاب بتاع المشهور ده لانه مثلا بيحبوه. فللاسف يا اسطى الضرب بيبلينا بالكاتب ده بقى، طالما بيبيع خلاص نحلب ميتين كل سنه روايه احنا يا اسطى. يا اسطى انا متضايق فشخ وانا بكتب الحلقه دي يا اسطى وبسجلها يا اسطى. رابع سبب يا اسطى عدم القراءة. عدم القراءة هتقولي مبدأ بالكتابة، اقول لك مفيش كاتب مش بيقرا، فارجع لي كده قبل ما الكاتب يبقى كاتب هو كان بيعمل ايه؟ كان بيقرا. فدلوقتي يا اسطى مفيش حد بيقرا، او بص هو فيه بس قليل فشخ يعني. فانت من صغر البني ادمين دول مش بيقروا، فاحتمال قليل فشخ ان الناس دول يبقوا يكتبوا، ولو حبه نفذوا وبقوا بيقروا وبقوا كتاب يجي لهم دور النشر اللي تقول له ادفع. فالمنظومه بايظه يا اسطى، عيال راكب ميت يعني. تبقى المنظومه كما هي، مفيش كتاب. في كتاب لاجل انهم مشهورين، كتاب لاجل انهم اغنياء، كتاب لاجل الواسطه، كتاب لاجل الشهره، ويبقى قليل القليل بيكتب لاجل انه موهوب. وبس كده، اتمنى تقوم تسقف لي. لو الحلقه عجبتك اعمل لي لايك وسبسكرايب، لو لا قول لي ليه وحاول باذن الله احسن. كان معاك اخوك الخربوش، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حركة حاول فريق كفر الباس في خطر.